إذا بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور أمل خالد مندوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم الشاون. كنرحب بالطاقم ديال المنبر الإلكتروني الشاون بريس في المندوبية، وحنا هنايا باش نجاوبوا على جميع الأسئلة ونوضحوا المسائل بالنسبة لهذا الوباء ديال بوحمرون اللي كاين في الصعيد الوطني. إذا المندوبية الصحة ملي بداو العدد ديال الإصابات بداء بوحمرون كينتشروا، وبالتنسيق مع وزارة الصحة والمديرية الجهوية والصحة ومع السيد عامل الإقليم والسلطات المحلية، قامت بمساعدة الأطر الصحية بعدد ديال الخرجات في عدد ديال الدواوير والجامعات، يعني باش تعمم على صعيد الإقليم كامل، باش يتم تلقيح ديال الأطفال اللي كنسميو حنايا استدراك تلقيحي لا ريبوست فاكسينال للاطفال ما بين 6 شهور و 15 سنه. الحمد لله بفضل هذه المجهودات هذه تم تلقيح ديال، يعني اولا بعدا يعني تشافوا في هذه الخرجات هذو 3965 حاله، تم تلقيح ديال 4977 مواطن ومواطنه، وعدد الدواوير اللي تشافت هي 193. السبب ديال هاد الانتشار ديال وباء بوحمرون هو ماشي غير على الصعيد الوطني، حتى الصعيد العالمي، منهم بلادنا ومنهم بالطبع اقليم الشاون. هو ان وللاسف كان وقع مؤخرا السنوات الاخيره كان واحد العزوف على التلقيح. للاسف يعني بعض واحد العدد ديال المواطنين والمواطنات اللي ما بقاوش كيلقحوا وليداتهم، وعلى مر السنوات هذه النتيجه، لدرجه ان كاين بعض الاطفال وللاسف كنلقاو بان يلاه يعني الوالدين ديالو كيديروا ليه الجرعه الاولى ديال مرض السل البي سي جي. علاش كيديروها؟ لان خصو يديروها باش ياخذوا الحاله المدنيه، من تما ما كنبقاش نشوفوهم، وهذا خطا كبير، لان احنا وصلنا للنتيجه ديالو. اذا وزاره الصحه باش نحاربوا هذا الوباء هذا عمات عمليه التلقيح على الصعيد الوطني، وعمات اللقاحات. انا كنأكد بان اللقاحات ديال بوحمرون موجودين بوفره الحمد لله، والادويه اللي كتعطى للمرضى اللي فيهم العلامه ديال بوحمرون، فيتامين A وهذا سميتو، كل شيء موجود الحمد لله. اللي خص هو المواطن خصو يشارك معنا في هذه الحمله هذه وننجح الحمله باش نتغلبوا على هذا الوباء هذا. المرحله الثانيه اللي دازت لها وزاره الصحه باش نزيدوا نحاربوا هذا الوباء هو التلقيح المدرسي. دونك تعليمات من وزاره الصحه باش نعموا التلقيح على جميع المؤسسات التعليميه، وهي اللي حنا فيها دابا، وبفضل التنسيق مع السيد العامل الاقليمي اللي كنشكروا جزيل الشكر، مع السلطات المحليه ومع السيد المدير الاقليمي للتعليم والساده المدراء والاساتذه. الحمد لله هذه العمليه غاده بنجاح، وحد البارحه تم تلقيح ديال 3653 تلميذ وتلميذه. اللي كنطلب من الاباء والامهات ومن التلاميذ انهم ملي جاوا باش يديروا اللقاح في المؤسسه التعليميه ضروري خصو يكون معهم الدفتر الصحي. علاش؟ لان هذاك الاطار الصحي اللي غيدير التلقيح خصو يشوف الدفتر الصحي واش هذاك المستفيد واش دار اللقاحات ديالو، الا كان دارهم واستوفاهم مزيان راه عنده المناعه، الا كانت شي جرعه ناقصه راه غادي يعاود ضروري خصو يعاود يتلقح. الا ما عندوش الدفتر الصحي كيكون مشكل في يعني المراقبه ديال الحاله ديال التلقيح ديالو. انا غير للتذكير المواطنين والمواطنات بان في البرنامج ديال التلقيح ديال على الصعيد الوطني عندنا تلقيح ضد الحميره او بوحمرون كيكون في 9 شهور، كيكونوا جوج، غير باش نحيدوا اشاعه ديال 5 4 هذا، كيكونوا جوج في 9 شهور، والجرعه الثانيه كتكون في عام ونص 18 شهر. مع العلم ان غير زياده المواطنين باش يعرفوا سميتو
راه حنا ما عندناش غير اللقاح ديال بوحمرون اللي كيدار، راه هذا ديال المرضى اللي الدوله سيدنا الله ينصرو والدوله وزاره الصحه كدير واحد مجهود جبار، وهاد اللقاحات هادو راه واحد اثمنه باهظه باش كيتخادوا. هادو علاش؟ لان سيدنا ما كيبخل حتى شي حاجه على المواطن ديالو. كاين تلقيح ضد التهاب الكبد الفيروسي، كاين تلقيح ضد السل، ضد شلل الاطفال، ضد امراض مكورات الرئويه البنوموكوك، ضد اسهال روتافيروس، ضد شلل الاطفال، ضد يعني واحد العدد ديال سميتو. المواطن خصو يعرف بان هاد المجهودات اللي كدار الصالح ديالو هو خصو يعاون اولا بالانخراط ديالو في هذه العمليه ديال التلقيح باش ينجحها، لان الا كان العزوف بعد واخا شريحه بسيطه غادي ياثر على العموم. الانخراط ديالو ويجيبوا ولاداتو باش يديروا التلقيح، والتلاميذ يلقحوا ويجيبوا الدفاتر ديالهم باش كنديروا المراقبه. على صعيد عاوتاني اشاعات بان كاين واحد العدد كبير ديال الموتى وهذا، ابدا. حتى لدابا يعني ملي بدا الوباء على صعيد الاقليم في شهر 7 تقريبا، جوج ديال الوفيات، جوج ديال الوليدات الله يرحمهم، لان لو ان كانوا استوفوا اللقاحات ديالهم او كانوا جاوا على بكري باش يدوزوا في المركز الصحي المستشفى القروي او المستشفى كان يمكن، ولكن الله يرحمهم. كاين جوج وفيات على صعيد الاقليم فقط. وعلاش عاوتاني حنا خصنا ننجحوا هذه عمليه التلقيح باش نحاولوا ما نطيحوش في وفيات اخرى. اذا كنطلب من المواطن والمواطنه الله يجازيكم بخير، الى شي حد راجل كبير او امراه كبيره او طفل او هذا بانوا فيه العلامات ديال طفح جلدي، ايريبسيون كوتاني، طفح جلدي كيبان لي في الدد ديالو، ومعاه سخانه يعني طلعت الحراره، ضروري خصو يجري به لاقرب مؤسسه صحيه باش يبدا الدواء ديالو ونبدا نتكلفوا به باش ما نطيحوش مضاعفات. وشكرا. شكرا على حسن زيارتكم زوار جريدة شاون بريس.